المال الحلال اهو. العفش بتاعي اهو. العفش بتاعي اهو. العفش بتاعي اهو. وزي ما وعدناكم الفيديو اللي فات ان احنا الفيديو اللي جاي ده هنروح نجيب فيه هدايا عيد الام لماما ومامة امل. وطبعا هنروح لماما الاول عشان ماما اصلا هنا موجوده في القاهره، فهنروح دلوقتي نشوف بقى ايه الهدايا الكتير اللي هنلاقيها باذن الله حلوه. ربنا يستر لان احنا متاخرين وممكن نلاقي الاماكن قفلت. واختي كمان قالت لي خلي بالك بسرعه عشان المكان قفل. هنطير فربنا يسهل. زي ما بنأكد عليكم في كل فيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايكس كتير. وصلوا الفيديو ده ل 20000 لايك دلوقتي. ويا ريت تفعلوا زر الجرس علشان الفيديوهات اللي جايه هتبقى مقالب في امل لو وصلتوا الفيديو ده 20000 لايك. يلا بينا علشان نلحق نروح. يلا بينا علشان نلحق نروح. الاماكن قفلت. اخيرا وصلنا، يا رب نلحق عشان خلاص ده وقت اصلا الناس كلها بتقفل فيه عشان السحور. احنا هنجيب حاجه لازم نزنق نفسنا ما نتحرك بدري. معلش بقى. ولسه على فكره هنشتري الحاجه ونروح لماما، وبعد ما نروح لماما هنستنى بكره عشان نسافر ونروح لمامتك ونجيب لها هديه الام الكلام ده كله. المهم ان احنا هنجيب حاجه صغيره، حاجات بسيطه خالص، ورده ايوه يعني مكوه. اكدي لي على ايه بتاع الحاجات الصغيره دي، حاجات نونو. ايوه عشان انا عارف مش هنكلف نفسنا. وصلنا على اخر نص ساعه في المكان هيقفل دلوقتي. نلحق علشان حتى نلحق كمان السحور. يعني انا جيت عماله بقى اجيب لها بوتاجاز ولا غساله ولا مروحه، كل ده عندها هنجيب ايه؟ هي دي المشكله. انا حليل اقترح اقتراح حلو قوي، وفعلا اقتراحه حلو، وانا اقترحت اقتراح بس يا رب نلاقيه، لان انا عماله ادور في المكان مش لاقيه الاقتراح ده، فهنشوف. كمان انا عامله مفاجاه لاختي ما تعرفش اي حاجه، هي هتشوفي المفاجاه دي في الفيديو. يعني انا بجد يا ايه بحبك قوي، والهديه دي من قلبي. ربنا يكون في عونك بجد. محمد الشنطه بتاعتك يا جماعه الناس محمله الحاجه فوق اهي. ربنا يكون في عونك. بقول لك ايه، احنا كنا جايين نجيب حاجه كده صغيره لعيد الام، بس ما فيش مانع نجيب حاجات تانية كتير عادي يعني. معلش شايفين يا جماعه المنظر؟ شايفين كل ده؟ مش هحرق لكم. يلا بسم الله هنلاقي مكان ان شاء الله. حليم المال الحلال اهو. العفش بتاعي اهو. العفش بتاعي اهو. ما شاء الله. اصل انا معايا مكان ورا فممكن احط فيه ورا. مش هتلاقي معلش يعني بصي، يعني هي كانت شويه حاجات يعني هتعدي المره، هتعدي يعني. ده انت مليتي شنطه العربيه. الحمد لله الحمد لله. المهم المامهات بتاعتنا ترضى عنا. رضا الامهات صح. رضا الوالدين ويتبسطوا اهم من ابوك وامك ويفرحوا كده. المال الحلال رأسه والنبي رأسه. يعني طيب المال الحلال اهو. العفش بتاعه. بصوا يا جماعه شكلي متبهدل، بس يا ترى رد فعل ماما ايه بعد يعني التعب ده كله؟ ترى هتفرح ولا مش هيعجبها الهديه ولا ايه؟ شقينك معانا والله وتعبينك. العفش بتاعي اهو. المال الحلال اهو. العفش بتاعي اهو. والعفش بتاعي اهو. المال الحلال اهو. باخد نفسي بقى عشان السلم. شيل تاني. يا ام ادري شيل يا شيل. ايه رايك يا عم؟ انا بصي مش عارفه اقول ايه. طيبه يا امي. لا نعمل عزمه. عاملين ايه؟ كل سنه طيبين. طيبه يا عزوز. والله يا ماما ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه طيبه. طيب يا حبيبي. والله انت يعني بتستحقوا عليا دي مش عارفه اقول لكم ايه. ولا اي حاجه والله. ده الدنيا بصي بقى هم كانوا مبسوطه. جبنا ايه؟ ومكروب كمان. لا ده مش ليكي، ده ما انا عارفه. ده الآية عشان بتجهز، وآية اللي بتصور. قولي لنا ردك بقى. حلوه قوي إيه رأيك؟ وانبسطت قوي 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 قوي. بوسات كتير. ألف مبروك يا رب بقى عقبال التنجيد والحنة طب سلام انا بقى. خد رايح فين؟ خد رايح فين؟ تعالى رايح فين؟ عجبك يا عزوز؟ جميل يا روحي. بالله. بصي الهدية التانية القمر. يا روح قلبي. ايه رأيك؟ كل ده احنا لينا كام عزوز؟ ممكن العطشان يعني. انا اقول لك ايه؟ حبيبي وحبيبي انت حبيبي ما تعيطش بالله، والله هعيط. لا كتير والله بجد يا امل. والنبي ما تعيط. كتير ايه بقى وهي عندها اتنين ام. ربنا يخليكي لينا. بس
عايز اقول لك ان ايه قالت لنا ان احنا مش هنلحق. دي مني والله العظيم. حليم ودي من بيبلولي. بيبلولي نايمه فمعلش بقى. هي اصلا كان نفسي ان اشوفها نايمه حرام. امل قالت لي مش هنلحق، قلت لها اديني بقى انا فرصتي بقى. هنلحق خلاص. تعالى. ايوه كان خلاص هيقفل فعلا. احنا وصلنا هناك الراجل قال لي الكاشير قفل، قلت له ما انا هدخل. ايوه كان اخر خلاص الناس قفل. ماشيين من المكان. اكيد. ودي اخر قطعه. انا عارفه ان هي كانت نفسها في ديسبنسر. ايوه فعلا. اخر قطعه يا عزوز. انت وشك حلو يا عزوز والله. بصي بقى جبت لها حاجه كمان وجبت لك طبق. طبعا فين في العربيه. انت شوفوا اهم حاجه الطبقه. بصوا والله انزل اجيبها مخصوص. لا في انا جايبه لها حته هديه بقى. هديه رسميه لعيد الام. هديه بقى حاجات كده وحاجات غاليه قوي. هنزل اجيبها بقى معلش. بس يلا هنروح ننزل تاني. ما انا رحت الجيم النهارده، فرصه هديه بقى. كبيره قوي. استني يا حليم يا رب. هديه كبيره قوي. بصي يا عزوز بنحضر فيها بقالنا انا مش قرن. عارفه اقول لك ايه. انت فاجئتيني بجد والله فاجئتيني. انت عندنا كام عزوز؟ انت فاجئتيني والله والله. عندنا كام عزوز؟ ربنا يخليكي ليا. يا روح بتاعتك. ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليكي ليا يا قلبي يا رب. ويخلي لي لولي يا رب. يا رب يا روحي يا رب. بصوا يا جماعه عشان ما ينفعش نقول اسعار بس انا سايبه لها السعر. انا سايبه لها السعر هنا. حلوه قوي. ايه رايك؟ بصي تحطي هنا ديك رومي. ديك رومي خروف يا ماما. خروف حلو. قلب اختك. قلبي. جميل قوي. لا مش حلو بقى مخبيه. لا دي هديتك انت. اول سنه بقى اشوف الهديه الحلوه بتاعت لولي دي. احلى هديه عندي عشان هي بتاعت لولي. فطبعا احلى سنه واحلى هديه تجيلي. ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها يا رب. حبيبي يا عزوز. تسلمي لي يا قلبي. صباح الخير. احنا طبعا تاني يوم دلوقتي ورايحين المنوفيه عند مامة حليم عشان نعمل لها المفاجاه الحلوه دي. وطبعا رايحين متاخرين زي يعني كل عودتنا يعني. ما فيش مشوار واحد. بصوا الساعه كام؟ الساعه دلوقتي يعني الساعه 4. فاضل احنا ساعتين. الخطه ان احنا كنا نوصل هنا الساعه 2 بالكتير قوي. بس راحت علينا نومه مش مشكله الحمد لله. قولوا لي طبعا نايمه في الطريق. بصوا مستقنياسه خالص. ساره يو فاست. يس. برافو. رايحين دلوقتي نعمل لها المفاجاه ونشوف رد فعلها. بجد متحمسين جدا جدا وهم وحشونا جدا اصلا. يعني انت صحيت. انت صحيتي يا نونو؟ اوكي جود سليب. نامي التاني يا جماعه. تصحى وبتنام. هتصحى بقى نشوف بقى رد فعل ماما. وتعمل الجديده انا برضه بتاعتها. بقالي كتير ما نزلتش ف ربنا ما تشتمنيش. خلاص احنا قدامنا بالظبط 5 دقايق ونوصل. يلا بينا. حليم متحمس لرد فعل مامتك؟ هو جاب لها الحاجة اللي نفسها فيها يا جماعة بصراحة. ماما فين؟ يا ماما يا ماما النور. طب ادخل طيب. يا ماما عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ سلمي عليا بس كده كده. عاملة ايه؟ الحمد لله. قلنا بقى نجيب لك هدية عيد أم صغيرة كده ودي اختيار أمل. جزاك الله. كداب اختيارك. كداب. ربنا يبارك فيك. طب مش تشوفي انا جبت لك ايه علشان يعني اخترت صح ولا انا بهدلت الدنيا؟ اللي انت هتجيبه حلو. لا مش اللي هجيبه حلو. جميل. كان نفسي فيها صراحه. ايوه. بس الحاج طالع مش هشغلها لك عشان اعلمك عليها بقى عشان ايه تبقى سهله بالنسبه لك. دي شويه حاجات كده يعني ايه يا رب برضه تكوني هتحتاجيها. تسلم ايدك وربنا يخليك لي. وانت يا نوس بقى ما جبتلكش حاجه. يبارك لك في ايدك ويحفظها يا رب يا ماما. يا رب. سلمي على ماما طيب. سلمي على ماما. سلمي على ماما. سلامتك. عشان هي بقالها كتير تقول لي ما شفتش ماما. الله ربنا يبارك لك يا رب. يرزقك ورزق الحلال الطيب. طبعا يا جماعه اللي مش عارف حليم اصل اردني. هم عاملينها النهارده مقلوبه اول مره في حياتي ادوقها. هي ريحتها خطيره. ريحتها ميكس كده قرنبيط على بتنجان. ريحتها حلو. اول مره في حياتي ادوقها. هنشوف بقى طعمها عامل ازاي. شكلها خطيره. تسلم ايدك والله. وخلصنا الحمد لله المشوارين على خير. الفكره في اليوم معانا مش ان احنا نجيب الهدايا بس، لا نلحق نجيب الهدايا ونلحق نديها لامهاتنا في وقت عيد الام نفسه علشان
يحسوا بطعم عيد الام شويه. والاهم من كل ده ان الحمد لله رد فعلهم كان حلو، وهم كانوا مبسوطين انهم اكيد حسوا ان احنا ولو حاولنا ان احنا نبسطهم. وطبعا ربنا يخلي لنا امهاتنا وابهاتنا ودايما هم السند والعزوه، لان طبعا دعوه واحده منهم بالذات في شهر رمضان الكريم ده انا عايز اقول لكم ان هي ممكن كفيله تنقل حياتكم في حته ثانيه خالص. جربوا دعوه الام، والله اسالونا انا ربنا يخليكم لينا، ونفضل كل سنه نحتفل ونعمل كل الحاجات الحلوه الجميله دي مع بعض. في الفيديو اللي فات لو تفتكروا أمولة قالت ان الناس اللي هتتوقع صح هي تختار بوكس مين احلى هتكسب كروت شحن. طبعا في ناس كتيره جدا توقعت. انا بقى جاي اقول لكم ايه، ان للاسف اتبعت لنا حاجات صعبه قوي. انا طبعا مش هقدر اعرض اغلب الحاجات دي علشان يعني خصوصيات البعض، لكن انا ممكن اقول لكم بشكل عام. يعني في ناس اقترحت اقتراح حلو قوي، انا بصراحه عجبني وانا بصراحه عايز اعمله. يعني الناس قالت طالما انت كده عندك مبدا انك تفرح حد او تخرج مبلغ تفرح بيه الناس، لو انت عايز تعمل خير بقى، طب ده في ناس حالتهم تحت الصفر، لو عايز صور من الحياه الواقعيه ابعت لك. فطبعا انا شفت حاجات صدمتني، فانا قررت قرار احنا هنعمل سواء وجبات او شنط رمضان، هنشوف ايه اللي الناس بتبقى محتاجاه اكتر، واللي هو طبعا انا برجح ان هي تبقى شنط رمضان لان الناس هي اللي هتطبخ لنفسها بالكميات اللي هم عاوزينها. الوجبات هي حاجه حلوه، بس حاليا في الظروف اللي احنا فيها شنط رمضان هتبقى احسن. وكمان انا عندي نظريه كده بتقول ان الناس في النص التاني من شهر رمضان بيبقوا يعني الظروف اسوأ شويه، لان في اول شهر رمضان الناس بتبقى خارجه من الظروف العاديه وبيبقوا مكفيين ولو حاجتهم شويه. وطبعا النص التاني من شهر رمضان الدنيا بقى طبعا بتبقى خلاص، اللي محوش حاجه خلصت، اللي مخزن حاجه خلصت. فيمكن احنا نلحق ان شاء الله يا رب نعمل ده في النص التاني من شهر رمضان، ونساعد اللي نقدر عليه واللي ربنا يقدرنا عليه. فاحنا قررنا ان احنا نعمل الخطوه دي، وهتبقى ثواب اكبر وحاجه احسن، لان احنا لما بنلاقي حاجه زي كده بصراحه بنسعى فيها. محدش فينا بيكره الثواب، محدش فينا بيكره الخير. كل اللي عليكم بس اكتبوا لنا ايه اكتر الاماكن من وجهه نظركم اللي انتوا شايفين ان فيها ناس محتاجه اكتر، واحنا هنحاول بقدر الامكان حتى لو احنا اللي مش هننزل المكان ده هنتواصل مع اي جمعيه خيريه انتوا واثقين فيها، او قولوا لنا ايه المكان المناسب في الحته اللي انتوا فيها اللي الناس بتثق فيه، نوصل لهم على الاقل الحاجه وهم منهم للناس دي، ويصوروا لنا طبعا اللي هم هيعملوه علشان احنا نتاكد برضو ان هم وصلوا الحاجه دي لاصحابها. لان طبعا من موقعنا هنا انا ممكن اكون شايف ناس محتاجه، انتوا شايفين ناس حالتها محتاجه اكتر بمراحل. فعلشان نعمل الخير مره واحده ساعدونا، قولوا لنا ايه الاماكن اللي انتوا شايفينها لو لقينا اجماع في مناطق معينه فعلا عليها اجماع ان في ناس كتيره قوي محتاجه في الحته دي، فاحنا هنخصص الخير ولو اول خطوه للمنطقه دي ثم المنطقه دي، وربنا يساعدنا على كل الخير. لو كمان في ناس عايزه تساعد، بدل ما هنعمل مثلا 100 شنطه يبقوا 200 يبقوا 300 يبقوا 400، لو كل واحد بيساعد ب 10 جنيه 20 جنيه، لو جروب هتلاقوا ال 10 وال 20 دي بقوا 1000 و2000 و5 و10، فبتقدر تعمل عدد وجبات او عدد اكياس او شنط رمضان اكتر. ده اللي انا دلوقتي بفكر فيه. وحتى ممكن نعمل مكان الناس نتجمع فيه ونساعد بعض ونعمل الشنط مع بعض ونوزع مع بعض كمان. ليه لا؟ دي حاجه حلوه، يعني المفروض احنا نتسابق ونتخانق على الخير ده. والله العظيم فكره حلوه قوي. شكرا لكل الناس اللي اقترحت عليا الفكره دي. هستناكم في الفيديو اللي جاي، معلش طولت عليكم، تكونوا كتبتوا لنا الحاجات دي عشان نلحق ناخد الخطوه دي سريعا، وربنا يقدرنا ونقدر نساعد الناس، وربنا يقدرنا على فعل الخير دايما. معلش طولت عليكم، نتقابل في الفيديو اللي جاي. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.